البنية الصغرونة هذه اسمها سلسبيل الحشفي، من سوسة عمرها 15 عام، ما زالت كي بدات تتعرف على الدنيا تلقى روحها قدام وحشية ما تتفهمش، ما فما حتى مبرر وحتى عذر وحتى كلمة تنجم تخفف اللي صار السلسبيل مش حادثة فردية، هذا فشل جماعي، فشل شارع ما يحميش صغاره، وفشل منظومة تسكر عينيها على التحرش، وفشل دولة تخلي في ذيوبة تسرح وتبرح، وفشل صمتنا الكل كان نعديوها ونقولوا عادي. طفلة خافت، ارتعبت، وما لقاتش يد تشدها ولا كلمة تطمنها، تصرفت بتصرف طفلة هاربة من ألم أكبر منها، وما كانتش تعرف اللي النار تقتل، كانت تحب تهرب وبس، وكي فاقت لقات النار تاكل فيها، آخر كلمة قالتها ماما أنا بنتك. التحرش مش كلمة وتتعدى، مش ولد صغير وغلط، هو جريمة تكسر أرواح وتخلي بنات صغار يحسوا رواحهم محاصرين بلا مخرج. اليوم لازمنا نقفوا مع بناتنا، نسمعوهم، نصدقوهم ونحميوهم. لازم القانون يضرب بيد من حديد، ولازم التربية تتبدل، ولازم المناظر المقلبة اللي في الشارع يعرفوا اللي بنات الناس مش لعبة ومش فريسة سهلة. ربي إن شاء الله يرحم سلسبيل ويرحم كل طفلة راحت ضحية وحشية البشر، وربي يشد في قلوب أمهاتهم، والعار كل العار على كل واحد سكت برر ولا دور وجهه.